السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل النجريسكو بطريقة حلوة جدا وتكات جديدة جميلة قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض، وسامحوني على صوتي بس البرد تعبني قوي. يلا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوها. هنجهز الاول الفراخ اللي هتبقى حشوة النجريسكو. هنحط في طاسة على النار شوية زيت صغيرين، وهنحط معاهم بصلاية صغيرة تكون مفرومة ناعم، ونشوح كده البصلة لغاية ما تبدأ تاخد لون. واول ما تبدأ كده تاخد لون معانا هننزل عليها بفراخ. الفراخ انا جايباها بانيه مخلية، مقطعانها كده شرايح رفيعة بالشكل ده. هنحطها على البصل ونبدأ ان احنا نقلبها كده مع البصل برضو لغاية ما تبدأ تاخد لون. هنبدأ بقى نتبل الفراخ بتاعتنا. هنحط معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقتين كبار كاتشب. الكاتشب معاها بيديها طعم تحفة، بيخليها جميلة جدا. هنقلب كده كل ده مع بعض لغاية الفراخ ما تبدأ تدخل على السوا. اول ما تبدأ كده هتبدأ تستوي ننزل عليها بالمشروم. المشروم هنا اختياري، بس انا من عشاق المشروم، يعني بيدي طعم حلو جدا. المشروم طبعا متقطع شرايح بالشكل ده، هو مش بياخد سوا كتير، يدوب بس نديله كده تقلبتين. اول ما يبدأ يغير لونه هننزل عليه بفلفل يكون متقطع كده حتت صغيرة، ممكن فلفل الوان او فلفل اخضر، وشوية زيتون مخلي، ده برضو اختياري بس بيدي طعم حلو جدا. الفلفل والزيتون انا ما حطيتهمش كلهم، هنسيب كده شوية على جنب في الطبق علشان نزوق بيه في الاخر كده وندي لون حلو كده لوش الصينية بتاعتنا. كده الفراخ بتاعتنا خلصت، هنشيلها ونبدأ نعمل صوص البشاميل. هنحط في حلة على النار معلقتين كبار زبدة او معلقة سمنة معاها شوية زيت، وهننزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق. وهنبدأ كده نشوح الدقيق خفيف خالص مع الزبدة. اول ما يبدأ كده ياخد لون هننزل عليه باللبن. اللبن هيكون ساقع، هنحتاج لتر من اللبن، ممكن لبن بس او لبن وشوربة او لبن ومية، يعني ده اختياري. هننزل كده باللبن بتاعنا بالتدريج شوية بشوية، ولازم يبقى في ايدينا ويسك مش معلقة. الويسك ده او المضرب اليدوي بيبقى افضل حاجة للبشاميل علشان نفضل نقلب فيه باستمرار كده، وده اللي بيطلعه ناعم جدا معانا ومفهوش اي كلاكيع خالص. هننزل باللبن بتاعنا برضو ضروري ان هو يكون ساقع، ده بيساعد ان البشاميل يبقى ناعم خالص ومفهوش اي كتل نهائي. هنبدأ نقلب كده باستمرار لغاية ما نخلص كمية اللبن بتاعتنا، والبشاميل يبدأ يتقل كده بالشكل ده. هنحط له دلوقتي معلقة كبيرة ملح، وهنحط معلقة صغيرة فلفل اسود، ممكن نحط فلفل ابيض برضو، وهنبدأ نقلبهم كده مع بعض. وممكن هنا نحط حاجة اختياري بس بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. هنحط نص معلقة صغيرة توم باودر، زي ما قلتلكوا اختياري بس بتديله فعلا طعم حلو جدا. وهنحط 3 معالق كبار جبنة بارميجان او جبنة رومي قديمة مبشورة، برضو هي اختياري بس بتدي طعم حلو جدا. هنوطي النار دلوقتي خالص ونسيبه حوالي 10 دقايق كده بالتقليب المستمر على نار هادية لغاية ما ياخد كده قوام تقيل شوية. القوام ده بيبقى كويس قوي، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بالنسبة لي ده بيبقى اكتر حاجة مناسبة للبشاميل. كده البشاميل بتاعنا جاهز، هنشيله من على النار ونبدأ نجهز الصينية بتاعتنا. هنا انا معايا فيتوتشيني، دي بتبقى افضل حاجة للنجريسكو. طبعا ممكن نستعمل مكرونة قلم او مكرونة اسباجيتي، بس الفوتوتشيني بتبقى افضل حاجة في النجريسكو. بتبقى كده بالشكل ده، بتبقى عريضة شوية. دي انا سلقاها عادي في مية وملح وزيت، سلقتها 3/4 سوا وصفيتها من المية بتاعتها ونقلتها في بولة. هنبدأ دلوقتي نحط عليها شوية من صوص البشاميل بتاعنا علشان تشرب كده من طعمه وريحته. هنحط كده حوالي ربع الكمية بتاعتنا ونخلطها كويس قوي بصوص البشاميل. نقلب كده كويس المكرونة بتاعتنا في صوص البشاميل. بعد كده هنجيب صينية بتدخل الفرن، هنحط الاول شوية من صوص البشاميل من تحت، بعد كده هنبدأ نحط نص كمية المكرونة، وبرضو ان احنا نسويها كده كويس، ونحط عليها بقى الفراخ بتاعتنا. صدقوني حشوة الفراخ دي فعلا بتبقى رهيبة، يعني جربوها هتشوفوا طعم تحفة. ونساوي كده الفراخ بتاعتنا كويس، وممكن نضغط عليها كده بالراحة علشان بعد كده تبقى طالعة كده كلها قطعة واحدة. ونحط شوية جبنة موتزاريلا من النص، برضو بتخلي فيه مطة حلوة كده واحنا بناكل.
ونحط بقية كمية الفوتوتشيني بتاعتنا برضو، نحاول ان احنا نسويها كده كويس، ونحط برضو بقية البشاميل بتاعنا ونغطي بيه كده الوش بتاعنا كله علشان لما تدخل الفرن يبقى شكلها حلو. وعلى فكرة النجرسكو والمكرونة بالبشاميل بتبقى احلى كمان لو اتعملت في طواجن صغيرة، كل واحد كده ياخد الطاجن بتاعه وياكلها وهي سخنة كده، بتبقى جميلة جدا. وهنحط دلوقتي برضو على الوش الموتزاريلا بتاعتنا، ممكن برضو ان احنا نحط اي نوع جبنة احنا عاوزينها، ممكن جبنة بارميجان معاها بس انا هحط موتزاريلا بس. وممكن برضو ان احنا نحط على الوش شوية صغيرة قوي من الفلفل الالوان وشوية من الزيتون، ده بيدي شكل حلو جدا، بيخليها كده فيها كذا لون من على الوش، بيبقى طعمها وشكلها حلو قوي. وندخل الصينية بتاعتنا الفرن، الفرن طبعا يكون سخن وعايزين حرارته تبقى متوسطة لغاية كده ما تبدأ تاخد لون وتتحمر معانا والريحة تطلع، وريحة الفراخ مع الفوتوتشيني مع البشاميل بتبقى حلوة جدا. أكلة دمار، من أكتر الأكلات اللي أنا بحبها، وبتبقى طبعا حلوة جدا لرمضان. رمضان قرب بقى، نستعملها كده على الفطار، بتبقى جميلة جدا. بعد ما تاخد اللون بتاعنا بقى نبدأ بقى نغرفها، ممكن طبعا نسيبها تهدى شوية بس وهي سخنة بقى والجبنة سايحة فيها كده بتبقى رهيبة. إن شاء الله تجربوها وتقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس. شكرا.